مساء الفل عليكم. انتم طيبين منورين الدنيا. المره دي انا اللي هاخد الطلعه الثالثه وانا اللي هقدمها. ايوه. يلا بينا. يلا. طيب الموضوع بتاع النهارده موضوع مهم من وجهه نظرنا على الاقل. ليه علاقه برضو شويه بالكلام اللي اتكلمنا فيه قبل كده. تحديدا بنتكلم عن حاجه اسمها الاوتو بايلوت. الاوتو بايلوت، عارفين الطياره لما بتيجي الطيار بيعمل ايه؟ بيعمل تيك اوف. اهم حاجه يعملها التيك اوف واللاندنج. في الوسط الطياره بتفضل ماشيه بحاجه اسمها الاوتو بايلوت، هو مظبوط على اتجاه معين، هدف معين هو رايح له، والطياره ماشيه، والطيار الاساسي والطيار المساعد قاعدين بس بيراقبوا ان الطياره ماشيه في الاتجاه ده. فساعتها الكنترول كله بتاع الطياره هيبقى في ايد الاوتو بايلوت ده. ليه؟ عشان الاوتو بايلوت يعتبر ايه؟ إيه هو بقى؟ الامان. في هو الوضع ده الأمان. الامان. يعني ايه بقى؟ يعني امسك بقى بتاع ده. الاوتو بايلوت هو عباره عن نظام في اي حاجه بقى، في طياره، في بروجرام، في لابتوب، في بني ادم. هي الحاجه اللي لو بقى اتكلمنا عن البني ادمين، هو حاجه في السبكونشس مايند او في عقلنا اللاواعي بتقول ان انا لو عملت ده هو ده الامان، انا كده مش هتاذي، مش هتوجع، مش هاذي حد، بلا بلا بلا. فبينطلق الانسان في اي موقف معين يلاقي نفسه هو بيعمل ردة فعل معينه. هي دي الاوتو بايلوت، ان هي اوتوماتيك، ما بيلحقش يفكر ولا يقيم وده صح ولا لا، طب انا هعمله ولا لا، طب المره دي هتنفع ولا لا. اوكي، فبيبقى الهدف منه بيتبرمج على هذا الاساس عشان ايه؟ الامان. تمام. والامان ده حاجه كلنا بندور عليها. البني ادم مفطور على انه بيدور على الامام، بيدور على السرفايفل، seeking pleasure avoiding pain، يعني عايز يوصل لحاجه اللي بيحبها، يبعد عن الالم. ويجي هنا بقى المصطلح التاني اللي هو مينلي اللي عمل الاوتو بايلوت ده، اللي هو الايجو. الايجو ده اتكلمنا عنه كتير وهنتكلم عنه كتير، وايا كان المعنى، ايا كان المسمى، هو المهم المعنى اللي احنا عايزين نقوله ده. الايجو كان ايه؟ عباره عن ايه؟ زي ما انت قلتي كده، سيلف ديفense ميكانيزم. ربنا خلقنا عشان ندافع عن نفسينا نفسيا مينلي، او عن شخصياتنا، او عن يعني كينونتنا، مش عن التشايلد، او عن التشايلد، كينونة التشايلد تحديدا، لانه الايجو بدأ من الصغر. احنا صغننين بالظبط. هو كان سيلف ديفense ميكانيزم، فهو كان والى الان لا يزال هو تول ربنا اداها لنا ندافع عن كينونتنا دي. اللي حصل ان تحول الايجو من ان هو فقط تول فاصبح هو الكنترول. يس. وهنا بقى الفخ فجأة. لا اصل انا بتضايق لما حد يقول لي كذا. لا اصل ما ينفعش حد يعمل كذا وما اقولوش كذا. لا، طب انت جربت تفكر؟ هو اللي خلانا اصلا نختار التوبيك ده النهارده ليه؟ كذا حد سألنا، طب ايوه انتوا بتقولوا كلام حلو وزي الفل، نمسكها منين؟ نحل الموضوع ازاي؟ ايوه، يعني لقيت عندي مشكله، اعمل ايه؟ هو سنس ان انت شفت ان انت عندك اصلا مشكله، ده كده نص الحل اصلا. ليه؟ معنى انت شفت ان في مشكله، ان انت عرفت تتخطى مرحله الايجو، يعني شفت ان ايه ده مش الاوبشن الوحيد ان انا اعمل كذا، او ده مش الاوبشن الوحيد ان انا مثلا اخاف في الموقف الفلاني او اتضايق في الموقف الفلاني. فكده انا تخطيت المرحله ديت، وابتديت اشوف ان لا، ده السوفت وير ده اللي كان بيخدمني زمان. بس احنا على فكره لازم نشكر السوفت وير ده طبعا. يعني انا مش من انصار ابدا الناس اللي بتقول ايه ده الايجو ده ابن لذينه وربنا يخلصنا. على فكره ده انقذنا واحنا صغيرين، وانقذنا في المواقف الصعبه، علشان احنا كنا نفسيا كنا في المواقف دي هنتدمر لو ما عملناش كده. وهو لا يزال هيفضل معانا. احنا مش بنقتل الايجو، مش بنقضي على الايجو، احنا هنرجعه مكانه. المثال الجميل قوي اللي بحب اقوله، الايجو، انا اللي سايق العربيه دي، عربيتي انا اللي سايق العربيه، والايجو كان المفروض يبقى قاعد جنبي يوجهني، يقول لي خلي بالك، شوف دي، خد بالك من دي هتعمل لنا، دي مش هتعمل لنا. فابقى انا اللي سايق بسمع منه، قيم كلامه، ما يمكن كلامه يكون صح واعمله لو صح، لو قال لي كلام غلط هرفضه. المشكله حصلت ايه؟ ان انا اللي جيت قعدت جنبه، يمكن قعدت ورا خالص، وهو اللي سايق دلوقتي. حاجه مهمه كمان لقطتها من كلامك مهمه قوي، الايجو هو كان مفترض ان هو معمول عشان يدافع عني. طب يدافع عني من ايه؟ قدام ايه؟ وانا صغير، يعني هو الايجو موجود وانا صغير وبدا يتكون، بدات انا ابقى ماي ايجو. طب هو كان بيدافع عني من ايه؟ بيدافع عني من مخاوف اغلبها غير حقيقي. وهي مخاوف زي ممكن في وقت مره تاني نقول متفاوته ما بين البشر. بالظبط. يعني نوها وهي صغيره كانت خايفه من حاجه معينه، واحيانا او مش احيانا، بكل المواقف اللي بتشوفها تقوم بتاكد المخاوف اللي عندها، فالايجو يقوم قايل لها، الايجو ساعتها بتاعها هي ليه شكل معين،
هيقول لها اعملي كذا، وانا الايجو بتاعي غير بتاع نوح، همر بنفس المواقف، هشوف نفس المواقف دي، الايجو بتاعي هيخاف، لانه اصلا، ومع ان اصلا الموقف ما يخوفش، لكن بالنسبه له يخوف في حته معينه، ويبدا يقول لي اعمل حاجات معينه. وهيعمل ايه بقى؟ انا هبدا احس ان انا فعلا بقيت في امان، وانه هتحس ان لما عملت كده انا بقيت في امان، تفضل طول عمرها كده لغايه اخر عمرها لو فضلت هو ملتصقه بالايجو مش ده. اخر عمرها قوي بقى، وبتحصل كوارث كده ساعات تقول لك ايه، لا فوق بقى. مم. هو سؤال واحد بس محتاجين نساله كل شويه، هو الموقف يستدعي ده؟ هو انا ردة الفعل دي هتحميني ولا لا؟ واحده واحده بنلاقي ان الايجو كان بيحمينا منه زمان، هو دلوقتي بيأذينا. ان انت اكنك محافظ على نفسك تفضل طفل، او محافظ على نفسك تفضل مثلا ما عندكش كونفيدنس. عايز اشتغل على الكونفيدنس، فكل الناس تقول لك كونفيدنس، افرد ظهرك، امشي ازاي، بص للناس ازاي. لا، هو الكونفيدنس انت بي يو، يعني ادخل جوه كده وشوف، هو انا عايز اعمل ردة الفعل دي؟ هو انا حاسس بده ولا لا؟ هي دي الثوتس بتاعتي انا، ولا الثوتس اللي كان لازم افكر فيها علشان احس بالامان في وسط مثلا الدايره الفلانيه، او صح. هو انا لو عملت كذا ورضيت كذا، او لو عملت كذا وفلتت من المشكله الفلانيه، طب مش يمكن المشكله دي هي اللي لازم تحصل عشان هو ده الخير يعني برضو في عندنا كونسبتس كده ان احنا لازم ما يبقاش في كونفليكتس، لازم الناس تبقى مبسوطه. انا كل مره بقول نفس الموضوع الناس واخدين بالكم؟ دي حته اهو، دي حته اهو في مخاوف اساسيه عندنا دايما هتلاقي بتكررها. انا عندي مخاوف اساسيه هتلاقيني بكررها. هو وعين حته برضو في الاوتو بايلوت مهمه، الباترن. الباترن المتكرر في الحاجات اللي انا بخاف منها، اللي احيانا لما حد بيقعد معايا بيقول انت ليه على طول خايف من الحاجه دي، اللي انا كمان لما بشوفها في الناس اقول لهم انتوا ليه خايفين من الحاجات دي، الحاجات دي ما تخوفش. ودايما برضو حته اظن نقطه مهمه، حلوه قوي، نقطه حلوه قوي. الايجو كمان هو بيحسسني ان انا لما هعمل ده هيحصل امان، الحقيقه انه ما بيحصلش. لوب. والمخاوف اللي انا بخاف منها متكرره وهي مش حقيقيه، وهفضل على طول في اللوب ده، هفضل على طول في اللفه دي كده رايح جاي، وفي الاخر مش هوصل لحاجه. حته برضو مهمه ان في حالات بتفوقنا، بس لو الحالات دي جت ما انتبهتش وما فوقتش، انا بزداد تمسك بالايجو. هقول حته مهمه برضو اخيره. استنى، ما انتبهتش وما فوقتش يعني ايه؟ عملت نفس رده الفعل بالظبط، وزودتها، وطبعا انت بتاكدها كل مره. حتى هنا كويس موضوع زودتها دي، فكرتيني دايما كان الدكتور خالد يقولها لنا. اينشتاين بيعرف الغباء ازاي، بيقول ايه يعني ايه غباء؟ الغباء انك تعمل حاجه توديك او توصلك لنتيجه مش كويسه، فتقول ايه بقى، انا هعمل حاجه دي اكتر، فلما اعملها اكتر اكيد هتجيب نتيجه مختلفه. فطول حياتنا احنا ماشيين ادي الاوتو بايلوت، انا بعمل ده بعمل ده بعمل ده بعمل ده ومفيش نتائج بتحصل او نتائج مش كويسه، اقول ايه بقى، انا هزوده. مثلا واحد شايف ان جلد الذات هو ده الحل، فيقعد يجلد في ذاته، طب وبعدين مفيش حاجه بتوصل لها، يجلد اكتر، مره من اليمين ومره من الشمال، وبعدين انا ما وصلتش لحاجه. ده حقيقي. ونقطه برضو انت قلتها حلوه قوي، موضوع ان كل واحد غير التاني. يعني الايجو بتاعي غير الايجو مش يعني ده عنده ايجو يعني هي كذا معاه، بس اللي احنا بنتكلم عنه هي الفولس سيلف، او الشخصيه اللي اتبنت كل هدفها تحس بالامان وتبقى متواجده في environment سيف. صح. ده واحنا صغيرين. دلوقتي الايجو بقى بالنسبه لنا، يعني الايجو بتاع مومو هيبقى غير بتاعي، هو عنده مخاوف معينه فبيتصرف بطريقه، انا عندي مخاوف معينه فبتصرف بطريقه تانية. احنا بقى يعني لو نلمح بس كل واحد ازاي، يعني ممكن حاجه تقلقني ما تقلقهوش، فابدا اتفرج ايه ده، هو ازاي ما بيقلقش من كذا، ايه ده هو ازاي. يعني مثلا كان عندي مشكله، مثلا اشوف خناقه في الشارع، اقعد مش بتفرج بقى على الخناقه لما تحصل، انا بتفرج على الناس اللي واقفه بتتفرج على الخناقه وعادي، انتوا ازاي كده. فده بياكد لك اكتر ده ايجو. طالما حاجه انت مش نيوترال تجاهها وغيرك نيوترال، يبقى you can work on it. صحيح. فدي برضه نقطه مهمه. كفايه كده، كفايه. ماشي. فن يلا. فن بس صغيره قوي المره دي، مش انا عندك برد. يلا ادي فن يلا. قول لي يا قلبي ولا تخبيش السكة منين، ده حبيبي معايا ما تسألنيش
رايحين على فين على فين على فين على فين على فين. شكرا لكم. سلام. الله يسلمك. شكرا.